أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو كده حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. يلا بقى نبدا كده الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه بقى كده هعملها معاكم وهبدا معاكم باوضه الاطفال. انتوا عارفين الجو اليومين دول الجو هوا بتراب، يعني مجرد بس ان انا اكنس البلكونه وامسحها اجي تاني يوم ادخل هنشر الاقي رجلي بتعلم كده في البلكونه كده من كتر التراب الناعم اللي انتوا عارفينه دوت. فبصراحه ما بحبهوش. فلا، وكمان بقى الشيش كان مطرب وسور البلكونه وكده. فقلت لا، انا همسكها كده ماسكه كده حلوه. وكمان الجو الصيفي والحلو دوت بيبقى عايز بقى تكبي ميه كتير كده في المكان اللي انت بتنضف فيه عشان يدي كده طراوه كده للمكان وانت بعد ما بتمسحيه وكده. بصوا بقى انا عملت ايه. انا مسكت الشيش الاول، عملته كده بالرياشه، وبعد كده جبت جردل فيه ميه وحطيت فيه بريكس، وجبت بقى كده بالكوبايه وقعدت ارش على الشيش كله. بس طبعا ما عرفش اصور معاكم لان انتوا شايفين البلكونه بتاعتي صغيره خالص، فمش هعرف اقف فيها مع الستاند وكده، وكمان مع الشارع فمش هينفع. فقلت يعني هقول لكم انا عملت ايه بالظبط. مسكت كده الشيش بالكوبايه وقعدت اكب كده على الشيش كله وعلى السور كمان. وزعفت طبعا قبل كل ده، زعفت البلكونه كده من فوق. يعني بص انا ظبطتها النهارده، مسكتها كده هي صغيره وبحب يعني ان انا اعمل فيها كده، يعني بخلص فيها على طول. يعني احب ازعفها واعمل كده الشيش كده اغسله والسور كمان وامسحها كده على طول. بصوا الميه اللي كانت دي كلها اللي انتوا شفتوها دي كانت من الميه بتاعه الغسيل الشيش وكده. والسور لميتها كده بقى بايه، لميتها بالشرشوبه. الشرشوبه دي حلوه جدا، يعني اللي هي نوعها اللي عارفين اللي هي الدفايه اللي هي بتشرب الميه. فاول لما بحطها كده على الارض بتشرب معايا الميه على طول، وابدا ان انا اعصرها. يعني ما خدتش معايا وقت ولميت الميه على طول. طبعا انا مش عارفه الم الميه الا بالطريقه ديت عشان في البلكونه زي ما انتوا شايفين كده مش هينفع ادخل الميه على الاوضه جوه، هتعكس معايا. فمش هينفع بقى ان انا المها الا بالطريقه ديت. وطريقه برضو منجزه معايا وبتخلص معايا على طول وكده. بعد كده بقى فضيت الميه اللي انا لميتها من البلكونه، وجبت كمان بقى ميه نضيفه حطيت برضو فيها بريكس، وابتديت ان انا امسح الاوضه كده بتاعتي. بصوا انا بحب اروق اوضه الاطفال قوي، بحس كده هي صغيره وما فيهاش يعني السيراميك يعني كتير باين قدامي ان انا امسحه كده. هو بس شلت التسريحه والكومودينو زي ما انتوا شفتوا كده. عشان لما بحب يعني اعمل تنظيف عميق كده فيها، بحب ان انا اشيلهم واكنس وراهم وامسح وراهم وكده. فبحب ان انا اعملها قوي، يعني بحس ان انا بخلصها بسرعه. لما ببدا فيها بخلصها بسرعه غير اي اوضه تانية بحس ان انا بقعد فيها كتير. بس كده بقى مسكت التسريحه، مسكت بقى الازاز اللي قدامي اول حاجه من المرايه لمعتها، وبعد كده بقى لمعت التسريحه نفسها والكومودينو وحطيت بقى المفارش كده على نظافه. بصوا بقى لما مسحت الاوضه والله بحس لما بمسحها بحس ان هي بتتنفس كده، بتطلع كده طراوه كده رهيبه واحسها بتتنفس. طبعا بقى سبت الشباك كده يدخل يهوي في الاوضه، وفرشت بقى المشايه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. بحب افرشها كده في الصيف، تبقى خفيفه كده في الشيل، وكمان الجو حر بقى زي ما انتوا عارفين، فبحب ان انا ما اغطيش يعني السيراميك كله وكده. وبعد كده بقى همسك السرير زي ما انتوا عارفين برضو ان انا بحب اعمل السرير في الاخر خالص، يعني اخر ما بخلص الاوضه واروقها وكده. امسك بقى السرير اشيل الملايه بتاعته واجيب له بقى ملايه نضيفه. بصوا بقى حطيت الملايه الاورنج ديت بقالي كتير ما فرشتهاش. يعني بحب افرشها في الصيف اكتر كده، بحس كده بيبقى لونها مبهج كده قوي في الصيف. غير الشتاء يعني مش بفرشها كتير.
فرشتها كده بقى، حطيت المخدات كده بقى وظبطتها. بصوا بقى منظر الاوضه. ادم بقى لازم برضه يظهر يوريكم نفسه كده في الفيديو. بصوا بقى اللي كمان الشيش، يعني بعد ما سبته شويه كده والطير بقى خرج من الاوضه. خلاص بقى كده قفلته عشان بقى هقفل الاوضه كده خلاص. وبكده بقى الاوضه معايا خلصت. دخلت بقى على المطبخ، كان بقى فيه مواعين، الميه كانت قطعه. هي كانت جت بس انا قلت ابدا بالاوضه الاول قبل ما الميه تشد معايا كده، لان انا ما بحبش ان انا اغسل المواعين في ميه تكون ضعيفه يعني وكده. لا، لازم الميه تكون شديده معايا وانا بغسل. وهي كمان اول لما بتيجي يعني بكون قطعه وبتبقى لسه جايه، بتكون لسه ضعيفه طبعا، بقى الضغط عليها كتير قوي فبتكون لسه ضعيفه. فانا اقول لا خلاص انا هستنى شويه يعني ساعه كده ولا حاجه تكون شدت معايا، وابدا بقى اغسل مواعين كده على رواقه كده ويكون الميه جديده معايا. طبعا انتوا عارفين لما الميه بتكون قطعه منظر المطبخ وحال المطبخ وحالك انت كمان بيبقى عامل ازاي في المطبخ. طبعا كل حاجه عايزه الميه، كل حاجه اكل عايزه الميه، طبعا شرب، مواعين زي كده. كل حاجه بتبقى محتاجه فيها الميه. ما بحبش اقف في المطبخ خالص والميه قطعه. بس طبعا ساعات بضطر ان انا مثلا هعمل اكل ولا حاجه، انا ببقى سايبه كام ازازه كده ملياهم ميه وبحطهم تحت الحوض لظروف زي كده. يعني لما اجي اعمل اكل، اسلق مكرونه، اخد منهم، اغسل خضار بتاع كده، فباخد منهم عقبال بس ما الميه ما بتيجي. لكن لو انا مش مستعجله على اكل وممكن اقضيها اي حاجه وكده، عقبال ما الميه ما تيجي يعني وتشد معايا وكده، عشان اعرف اتعامل مع الحاجه يعني مع الاكل وكده. عايزه اغسل طبق، عايزه اغسل خضار، يبقى الميه شغاله وعلى طول. لكن ما بكون قطعه بصراحه بكون كارهه نفسي كده ومش عايزه اقف ان انا اقف في المطبخ. فما صدقت بقى ما هي شدت معايا ودخلت بقى كده ومسكت المواعين بتاعتي كلها. اول حاجه بدات بيها الحلل والاطباق، طبعا كانت ماليه الحوض زي ما انتم شايفين. والمعالق وكده، والكوبايات ما بداتش بيها، قلت بس اخلص من اللي في الحوض الاول وبعد ما اخلصهم اجي بقى اجيب الكوبايات زي ما انتم شفتوا كده، وازاز الميه كمان وكل حاجه. يعني مسكتها كده غسلتها. غسلت طبعا الازايز، طبعا غيرت ال السلكه بتاعتي اللي انا كنت بغسل بيها الحلل وكده. ما ينفعش ان اغسل بالسلكه اللي انا بغسل بيها الحلل والاطباق، هي اللي اغسل بيها الكوبايات. الا بقى لو انا بدات بالكوبايات الاول اكمل عادي بالسلكه اغسل بيها الحلل والاطباق بتاعتي واكمل عادي. لكن طالما ان انا ما السلكه يعني بتاعتي مش نضيفه، لا لازم اغسل الكوبايات بتاعتي بسلكه نضيفه وكده، او سبونشه يعني نضيفه على حسب ما انت بتستعملي وكده. طبعا بقى الكوبايات كلها اللي كان فيها كنا شاربين فيها لبن، واللي شارب شاي والعصير، فطبعا بقى كان كوبايات كتير كانت متكومه عليا، وكوبايه الميه وشفشق العصير وكده. فحطيتها بقى كده كلها قدامي في الحوض، بس بعد ما خلصت زي ما قلت لكم الحلل والاطباق والمعالق، وحطيتها قدامي كده بقى وابتديت ان انا اغسلها كلها. بصراحه كنت متشجعه جدا، يعني اول ما الميه جت كده كنت فرحانه، قلت كويس ان هي جت بقى وخلاص شدت. ابدا بقى لميت كل حاجه كده قدامي زي ما انتوا شفتوا في الاول. الحلل كومتها كلها كده والاطباق قدامي في الحوض عشان اخلص منها بسرعه. حسيت ان انا انجزت بسرعه وما قعدتش فيها كتير، مع ان المواعين كانت كتير زي ما انتوا شايفين، بس لا لقيت نفسي خلصت بسرعه وانجزت يعني. كده بقى خلصت الكوبايات والحاجه بتاعتي والازاز مليتها. انا بحب من الازاز احطها في الفريزر تبقى تلجي يعني وكده، واحطها بعد كده بقى في الكولمن، يعني احط ازازتين تلج في الكولمن ونقضي بيهم بقى طول اليوم وكده. وتاني يوم بقى بغير الميه بتاعته. كده بقى خلصت المواعين بتاعتي ومسكت بقى الحوض. جبت بقى اللهلوبه ديت حلوه جدا. هي خلاص العلبه بتاعتي اللي انا كنت جايباها خلاص يعني في اخرها، عايزه اجيب بقى واحده تاني بصراحه مش قادره استغنى عنها، بتلمع لي الحوض جدا. وكمان الطاسه بالذات بتاعتي الآلية اللي انا بقلي فيها وكده الألمونيا، بحب اغسلها بيها بتلمعها لي وبتخليها حلوه جدا. فانا بحب استعملهم في الحاجتين دول بس بالذات بصراحه. وقليل قوي لما استعملها لو حطيت عليها على البوتاجاز او كده يعني. فهي قربت تخلص مني، فانا عايزه اجيب واحده تانية. بصوا او حطيت حته صغيره بس لمعت لي اللي رغت معايا يعني، وحطيت برضه حبه صابون صغيرين ورغت معايا الحوض. طبعا الحوض بقى كان المواعين لما بتبقى مركونه فيه يعني عايزه تغسل غسله حلوه وكده. بصوا بقى انا النهارده هصور سجده عشان تقديم المدرسه وكده. وهصورها. يلا يا سجده سلمي عليهم، هم عاملين ايه؟ انت رايحه فين بقى؟ رايحة الصور.
ليه هتصوري ليه؟ عشان المدرسة. خلاص بقى كبرتي هتخشي المدرسة. يا قلبي ربنا يخليكي ليا يا رب. اليوم بقى يلا باي، عشان انا اروح اتصور بقى صورة المدرسة. هي خلاص تمت بقى 5 سنين، وقلت بقى اصورها عشان يعني التقديم وكده، وطلبوا مني الصور ايه ابقى مجهزه يعني الصور يعني وكده. بصوا هي شنطتي طبعا هي واخداها، قالت لي انا عايزاها كده عشان يبقى شكلي حلو كده والطقم كده كامل على بعضه. بس طبعا هي كده مش هتبان في الصوره. انتوا عارفين صور المدرسه اللي هي تبقى صغيره قوي دي، اللي هي لحد الوش لحد الكتاب بس كده يعني. بس يعني محبتش ازعلها، قلت لها خلاص البسيها. إيه يلا بقى يا ساجدة اعملهم باي. باي. بعد بقى ايه ما خلصت بقى المواعين كده والمقطع اللي انتوا شفتوه بقى لبستها وسرحتها بقى كده تسريحه حلو، وقلت بقى اروح اصورها كده. بصراحه هي جننت الراجل اللي هناك عشان يصورها الصور، يعني يصورها كذا مره عشان يعني الصوره تطلع مظبوطه وكده يعني. طبعا انتوا عارفين الاطفال بقى مش بتعرف تتصور قوي. وكمان بقى قلت اصورها كارت يعني تبقى ذكرى يعني مع الصورة بتاعة المدرسة. اصورها كارت كده عشان يعني افتكره كده لما تكبر ان شاء الله. اللي هو الكارت ده كانت مصوراه وهي عندها 5 سنين، وهي رايحة تقدم في المدرسة وكده. بصوا انا قلت اصور معاكم كده هناك عشان تشوفوها بقى هي كده وبتصور. وان شاء الله لما الصور تيجي يعني اجيبها ان شاء الله كده ابقى اوريها لكم. بس يا رب بقى تطلع حلوة كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله بقى استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.